هفضل مقتنعة إن الراجل هو السبب الأول والأخير في نجاح أي علاقة. في علاقات كتير بنشوفها حوالينا بتنهار يوم ورا التاني، والسبب ما بيكونش خيانة ولا حتى مشاكل كبيرة، دي بتكون تفاصيل صغيرة جدا بتتنسي وما بناخدش بالنا منها، زي كلمة حلوة ما بتتقالش، وحضن بيتأجل، ومفيش طبطبة حتى وقت الزعل، وتقدير بسيط بيتنسي. احنا بنستهون بالتفاصيل دي، لكن الحقيقة ان التفاصيل البسيطة دي هي اللي ممكن تكون اساس ان البيت يقوم، وممكن في نفس الوقت بإهمالك بيها هي اللي توقع البيت. واحنا في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الأمان اللي بيجي من الكلمة الحلوة، وعن الراجل اللي بيعافر وبيعرف يرجع الأمان لبيته تاني من غير ما يهده ولا حتى يجرح مراته، وعن الكلمة الحلوة اللي بتكون سحر وبتلحق الحب قبل ما بيموت. الخلاصة ان الراجل هو اللي كفيل ينور الست اللي معاه، وكفيل انه يدفيها ويهدها ويكبر ملامحها قبل اوانها. ويلا بينا ناخد اول مشكلة معانا. صاحب المشكلة بيحكي وبيقول: علاقتي بزوجتي اتدهورت جدا، خصوصا بعد ما جبنا ولاد. انشغلت هي معاهم ومع البيت وتاهت في الزحمة دي كلها، ووسط كل ده ما كانش بتسمع مني كلمة حلوة، او حتى اني اطبطب عليها او اجيب لها هدية، او حتى ان ارجع احضنها او ابوس ايديها بعد اكلة حلوة بتعملها. الحقيقة اني بطلت اعمل معاها حاجات كنت مركز في اول جوازنا اني اعملها، وهي كانت دايما بتشتكي لي من قلة الاهتمام والحب، وكالعادة زي اي راجل كنت بهاجمها وبرمي اللوم عليها. والحقيقة انها كانت بتتقبل كل ده بصمت، لكنها كانت بتدبل كل يوم عن التاني، وانا كنت واقف بتفرج عليها ومش بعمل اي حاجة غير اني بزعق وبلوم وبوجعه بس. والغريب منها هو رد فعلها اللي كان دايما بيكون انسحاب من المكان بدون اي كلمة، لكن ملامحها كانت بتنطفي يوم عن يوم. بيكمل وبيقول: انا معترف اني اهملتها واني ضمنت وجودها ببيتي لمجرد اننا اتجوزنا، لكن الحقيقة واللي اكتشفتها ان الست بتفضل تحارب لاخر نفس، لكن مجرد اما تحس ان مفيش فايدة بترمي كل ده ورا ظهرها وبتمشي. كمل وقال: في يوم جاتلي وطلبت مني نروح نحضر جلسات لمتخصص إرشاد زوجي، وبالفعل بعد زن طويل منها علشان أرضيها أنا رحت معاها، واكتشفت هناك إن السيشن ده ما كانش مختصر عليا وعليها بس، ده كان في أزواج وزوجات كتير جدا هناك، وكل اتنين جايين وعندهم مشاكل أضعاف مشكلتنا بكتير. وهناك طلبوا مننا من كل الناس اللي موجودة كل واحد فينا يمسك ورقة وقلم ويكتب سلبيات وإيجابيات الطرف التاني. وبدأت نظراتي تدور على الموجودين، لقيت منهم اللي بيكتب بكل شغف كأنه جاي من كل قلبه علشان يصلح علاقته بزوجته، ومنهم اللي بتكتب وهي بتبكي، ومنهم اللي بيكتب علشان يقضي الواجب ويمشي على طول. بصيت على زوجتي لقيتها مندمجة وبتطلع كل طاقتها في الورقة دي. أنا كمان قررت إني أمسك القلم وبدأت أكتب لها لقيتي: إلا زوجتي الحبيبة، أنا عمري ما شفت فيك عيب، ودايما شايفك أكتر حاجة حلوة قابلتها في حياتي. أنا آسف لو أهملتك وسبتك تتوهي وسط مشاكلنا، بس الحقيقة إني بحبك، والبيت ما ينفعش يبقى بيت من غير وجودك. اطمني لأن أنا دايما شايفك حلوة في عيني. واستأذنت وسبت لها الورقة ومشيت. الغريب بقى إن رجعت البيت لقيت استقبال يجنن منها، مظبطة البيت وشكلها كان حلو جدا كأني بشوفها لأول مرة. ضحكتها حلوة ووشها منور، ولقيتها بتديني ورد وبتقولي: حقك عليا، أنا كمان بحبك. ففهمت إن الورقة اللي كتبتها لها دي كانت المفروض تقرأها قدام كل الموجودين، وكانت متوقعة مني إن أكتب لستة طويلة عريضة من سلبياتها، لكني خيبت ظنها وقالت لي بالمعنى الحرفي: أنت نصفتني قدام نفسي وقدام الناس، وحبيتك أضعاف ما كنت بحبك. أنا كراجل وقتها اكتشفت إن الكلمة الحلوة هي اللي بتعالج الموقف، مش هي اللي بتدمره. ورغم ان عباراتي ليها كانت بسيطة جدا، ولكنها استقبلتها بشكل كافي ان مشاعرها تهدى وتطمن. ومن يوميها وانا حياتي رجعت افضل بكتير معاها. مهم نعرف جدا ان ذكر عيوب الطرف التاني مش هيعمل اي حاجة غير انه هيخلق بينكم البعد والنفور، والكلمة الحلوة هتكون دايما هي اللي بتعالج السلبيات بإيجابيات. فخليك دايما متقن وعارف ان الكلمة الحلوة عمرها ما هتقلل منك في حاجة، بالعكس ده هتحسن بيتك وهتلاقي نفسك في جو هادي ولطيف جدا مع زوجتك. اطمن ان الكلمة الحلوة عمرها ما بتدمر، ده بالعكس دي بتخلق روح جديدة بينك وبينها. وانا هنا بوجه رسالتي لكل زوج بيحاول يهرب من نكد مراته
ومن الحزن اللي هي فيه. الست اللي وجودها في البيت بيعمل دوشة وبتفضل تضحك وتتكلم وتزن عليك طول الوقت، اوعى تبطل تسكتها، لانك لو قربت منها وفهمتها هتعرف ان جواها طاقة وحب شايله لك، ولو احتويتها صدقني هتطلع اجمل ما فيها. وخليك دايما متأكد ان شغفها معاك حب وان زنها عليك خوف. الخلاصة مش كل صوت عالي نكد، ومش كل نقاش خناقة، ومش كل حركة تفهمها تطفل. دي واحدة بتحاول تعيشك بجد وتكسر روتين حياتك. رسالتي هنا ليك، اوعى تبطل تسكتها، واهتم دايما بضحكها وبكلامها وبزنها وبخوفها عليك طول الوقت. ويلا بينا ناخد تاني مشكلة معانا. بتحكي وبتقول أنا اللي وجعني إنه محاولش يغير عيوبي دي، هو بس كان دايما بيوجعني وبيذلني بيها. بدأت كلامها لما قالت أنا بخاف من الناس وانطوائية جدا، تجارب كل اللي حواليا مؤذية نفسيا لدرجة إني بخاف أساسا أقرب من حد، وكنت طول الوقت قافلة على نفسي وعلى قلبي. وكانت مقابلتي ليه صدفة لكني كنت مبسوطة بيها جدا. لكن قبل ما أكمل خليني أقولك حاجة مهمة، أنا اتربيت إن كل الناس مؤذيين، وخصوصا علاقتي بأهلي لأنهم هم منفصلين، وصحابي بقى اللي خدوا على دماغهم بسبب الحب، وقرايبي اللي فيه منهم منفصلة ومطلقة. من الآخر كده أنا دايرة معارفي كلها خارجين من علاقات توكسيك، يعني مأذيين نفسيا. وأنا من كلامهم ومن حكاويهم كنت خايفة جدا ندخل علاقة، لكنه عرف يكسر حاجز الخوف ده، وبدأنا نتكلم وحكيت له عن كل حاجة في حياتي، وبما فيهم قصة انفصال أهلي اللي سابت أثر سلبي جوايا لحد النهاردة أنا مش عارفة أتخطاه. كملت وقالت كان حلو جدا في البداية، بيطمن وبيداوي لحد ما أمنت واطمنت ليه. أنا معترفة إن كل عيوب، بس كنت مستنية إن يداوي جروحي علشان يديني فرصة إن أصلح عيوبتي. لكنه مجرد ما ضمن حبي ليه، ومع أول فرصة لقيته بيهاجم عيوبي وبيحاولني لأسوأ نسخة مني، نسخة كانت مكتومة جوايا وتايهة وسط كل الوجع ده. أيوة أنا حبيته، لكني معرفتش أتقبل انتقاده المستمر ليا، وتجربتي معاه أكدت لي إن كنت صح لما قفلت على قلبي ورفضت الحب. لأن باختصار أنا وضعي مختلف، أنا واحدة مأذية من كل اللي حواليا. الحقيقة إني مش قادرة أتخطى انتقاده المستمر ليا قدام الناس، لأن زي ما قلتلك في البداية أنا انطوائية وبخاف من الناس، فبالتالي مش بعرف أتعامل معاهم. الحقيقة ما وجعنيش أسلوبه قد ما وجعني ضعفي اللي اتعرى قدامه، وهو معرفش ياخدني في حضنه ولا حتى يطبطب عليا ويغطيني بحضنه. نهاية الطريق كانت وجع ليا، لأنه شاف مميزات عيوب، وعيوبي شافها كارثة مش عارف يتعامل معاها ازاي. أيوة احنا بعدنا، لكني مش عارفة انساه. هو كان شخص مؤذي جدا لدرجة إني كرهت نفسي وكرهت الناس بسببه. كملت وقالت أنا بحاول ألملم على نفسي على قد ما أقدر، لكني مش قادرة أعدي. وبعتلك قصتي علشان أقولك إن الحب مش وحش، إحنا بس اللي قلوبنا بتقع مع ناس ما بتعرفش تتقبل عيوبنا دي. كلامي ليكي هنا هيكون إن البدايات دي عاملة زي المسكن، ما أنت لما بتحس بشوية صداع بتاخد مسكن، ومجرد ما بتاخده بتحس إن نفسك بقيت أحسن، بس مجرد ما المفعول المسكن بيروح بيرجع الصداع يرجع لك تاني، وممكن يكون أقوى من الأول بكتير. هي دي حلاوة البدايات بالظبط، بتكون موجوع ومأذي من كل التجارب اللي حواليك، لكن مجرد ما حد بيجي بيبدأ يسكنك واحدة واحدة ويطمنك، ومجرد ما بتتوجع بيرجع الوجع يتفتح معاك تاني أقوى من الأول. وده اللي احنا دايما بنقوله، بلاش ننجذب لحلاوة البدايات لأنها مش دايما هتكون في صالحنا. وده مش معناه إن العلاقات وحشة، لأن زي ما سمعنا في بداية الحلقة إن الراجل لما يحب بيعرف يداوي الموقف ويعرف يمشي حياته حلوة قوي، ويعرف يصلح الحب اللي أساسا ممكن يكون انهار أو مات. الخلاصة فعلا إن الراجل هو السبب الأول والرئيسي في نجاح العلاقة. وهنا أنا هستنى إجاباتكم بقى على السؤال، إيه رأيكم؟ الراجل فعلا هو السبب الأول والرئيسي في نجاح العلاقة ولا هو اللي بيدمرها؟ وفي نهاية الحلقة خلينا نقول كلمتين مهمين جدا. الكلمة الحلوة مش هتقلل من رجولتك، دي بالعكس هتطمن وهتطيب وهتداوي. وانتي كمان اتأني في اختيارك، واوعي تستعجلي وتحكمي على الحب كله من علاقة فاشلة انتي مريتي بيها، لأننا زي ما اتفقنا المشكلة بتكون في اختيارنا، مش في الأشخاص ولا حتى في الحب. وبعد ما وصلنا للنهاية
هستنى مسجاتكم عندنا على البيج علشان دايما أكون أنا صوتكم. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبتكم الحلقة استنوني في حلقة جديدة. أنا صوتك سماء جميل.